هذا مصحف للي ما يعرفون يقرون أو اللي يقرون ويتعبون عيونهم. حطوا مصحف بالقارئ بالقلم. شغال. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحدد على الآية اللي نبغاها ويقراها لنا القلم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تغيير الشين. الضالين. نختار ألف لام ميم. عد القلم. ألف لام. تقدر تخليه على فكرة يقرأ السورة كاملة إذا حطيت على السورة نفسها، وإذا حطيناها على الصورة نفسها يقرأ الصورة كاملة. طبعا هنا في كذا قارئ، نختار القارئ. مثلا القارئ الرابع الشيخ عبد الرحمن السديس. مثلا نختار القارئ الأول الشيخ ماهر المعيقلي. نقدر نطول ونقصر على الصوت. نقدر نشرح المفردات وأحكام التجويد والتطبيقات وتسجل يخليك تحفظ الآية نفسها. مثلا نختار طبعا هنا اللغات مثلا نبغى مثلا إنجليزي. نختار اللغة الإنجليزية. حلو. حط الحين على الآية اللي انت تبيها. مثلا نختار ألف لام ميم. ألف لام ميم. هذه شرحها عندهم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the mankind, the طيب jinn and all that exists. نرجع للعربي. شرح الآية. طبعا هنا أحكام التجويد Pour نختار. cette application, tu dois sélectionner la voix du premier récitateur en bas de la page. جهاز خفيف عملي ينفع لكبار العمر، موجود في مكتبة جرير. كم يا أبو؟ على 325. 325. يعطيك العافية. الله يجزاك خير. الله يعافيك إن شاء الله. شكرا.